صباح الخير، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. طبعا شايفين المنظر، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. صوت العصافير الطبيعي، صوت الفراخ ده طبيعي على فكرة، يعني مش حاطة صوت او كده. مع اني بصوا بيفصلني عن المنظر ده القطر. و انا بقول ايه، ثواني. بصوا، عارفين القطر ما بين الزرع ده، تمام. بس عادي خلاص، يعني اتعودت عليه بصراحة القطر، وما بقاش يزعجني يعني. وكمان هقول لكم على حاجة، هي حاجة واحدة بس اللي بتزعجني في الموضوع ده. بس هقولها لكم بعد ما نشوف انا بعمل ايه. اول حاجه، انا لقيت عندي جبنه موتزاريلا حته صغيره، فقمت عامله بشاميل وحاطه فيها الجبنه الموتزاريلا، وهي زي ما انتم شايفين بقيت عندي اضعاف الجبنه الموتزاريلا اللي كانت عندي. يعني حاجه كده بتعمليها لما بيكونش عندك حاجه بتتصرفي فيها. هنا بقى بصوا، كان عندي برضو شويه بطاطس، حطيت عليها ايه، لحمه مفرومه متعصجه. طبعا كلنا عارفين ازاي بنعصج اللحمه يعني. انا كان عندي جلاش، فاختي كانت قالت لي على طريقه الجلاش اللي انا بحشيه مثلا جبنه موتزاريلا وبطاطس باللحمه وكده، فقلت اجربها. بصوا هقولك على حاجه، انا ما عجبتنيش اللي هي متحمره في الزيت، بس عجبتني لما حطيتها في الفرن. يعني حطيت في الفرن شويه عجبتني، لكن اللي متحمره في الزيت مش عارفه ما عجبتنيش ليه يعني. هي اختي بتقولي انتي اكيد في حاجه عملتيها غلط او كده، بس انا مش عارفه يعني. انا حاسه ان انا، لا، انا اللي مش حباها مش اكتر يعني. انا هنا جبت الجلاشه بتاعتي، قطعتها زي السمبوسه بالظبط، يعني حجم السمبوسه، وعملتها سمبوسه بقى، اللي هو مثلثات. برضو في الاول معرفتش اعملها عشان الجلاش كان خفيف، مش زي السمبوسه يعني نفسها. بس بعدين قعدت اجيب بقى فيديوهات بقى وكده، لغايه ما اتعلمت ازاي الفها. بس بصوا، هو انا اصلا عشان انا اول مره اعملها السمبوسه دي، او تاني مره على فكره، يعني انا من زمان ما عملتهاش. ليه؟ لاني الاول لما عملتها كان اول جوازي خالص، بس مش فاكره ازاي كانت الطريقه. وبعد كده عملتها هو المره دي، هي عجبت اطفالي، فبالتالي انا هعملها تاني. بس مش عارفه ليه ما كانتش بتيجي في بالي يعني. هي والبطاطس اللي محشيه، اللي هي البطاطس المحشيه في لحمه مفرومه دي، برضو مش عارفه ليه مش بتيجي في بالي اعملهم. فاهمين؟ في اكلات كده بتقولوا ايه ده، احنا ليه ناسيينها كده؟ فعشان كده ما عملتهاش والله بقالي مده يعني. فعشان كده بحاول اعيد الذكريات. بس السمبوسه بتبقى احلى او احسن في ان انت بتتحكمي اكتر انك تطلعي شكل مثلث وكده. المهم، انا حبيتها بصراحه في الفرن، يعني صحيه كده وحلوه، احسن من الزيت يعني. فاهمين؟ بصوا معلش، انا بس واخده الدور وعندي زكام فظيع بجد. يعني عارفين الزكام ده اللي انتوا ما بتبطلوش عطس عطس عطس؟ اه، هو ده لسه في اوله يعني. فصعب بصراحة، يعني بيخليني مصدعة ومخي قد كده. المشكلة ان هو بقاله يومين، انا مش عارفة امتى هيمشي، مش عارفة. استحملوني بقى، انا مخلفة كده. انا لما بتدلع بخلف. بص بقى، انا كنت عايزه اقول لكم ايه اللي بيزعجني بقى من القطر. انا مشكلتي فيه ان انا عندي قافلين في معديه كده، المفروض بنعدي فيها عشان نروح الجهه التانية، تمام. هبقى اوريها لكم في فيديو. فالمشكله في الحته دي، هما مش فاتحينها، يعني عاملين حديد كده بحيث انه ولا عربيه تعدي ولا عربيه تروح ولا تيجي. طيب الحته التانية دي زي ما انتوا شفتوا زرع، فكل معظمهم يعني هم اصلا ناس بتشتغل بالعربيه الكارو، اللي هي بيسوقوها حمار، يعني بيسوقها حمار وحصان وكده. فمعظمهم، يعني معظمهم كتير جدا منهم، فعشان يعدوا الناحية التانية المفروض يكون في مزلقان، او المفروض يكون في حاجة بتقول لهم مثلا. هو اساسا مش عاملين مزلقان اصلا، يعني حتى المزلقان كانوا عاملينه وراحوا شالوه، تمام. وبعد كده حاطين حديد بحيث ان ان هما ما يعدوش. فهما بيضطروا يعملوا ايه، بيعدوا، وبيكون صعب التعدية، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، بص انا هنا عملت البطاطس زي ما قلت لكم مهروسه. هنا هعمل كفته بطاطس مهروسه، تمام. هرست البطاطس وهحط عليها برضو بقيه اللحمه اللي انا عصقتها. المهم اكمل لكم. وبعدين احنا عندنا قدام كده شويه في لفه قطر، فمفيش اي حاجه تنبهك ان في قطر معدي. فلو في مثلا 10 قطرة بتدي انذار ان هو جاي،
في 5 تانية بينسوا، او 5 تانية ما بياخدوش بالهم، او 5 تانية بيجيلهم تليفون، او 2 تاني ايا كان. فاهمين؟ ففي واحد بقى يعني كتير، هي حوادث كتير، ناس كتير جدا جدا. في منهم 2، واحد كان في خرفان بيربيها، فبيعدي الجهة التانية عشان يأكل الخرفان وكده. فقاموا بصوا 7 خرفان ماتوا، 7 خرفان مرة واحدة. انتوا متخيلين؟ الراجل ده قعد على الارض وقعد يصوت. انتوا عارفين يعني ايه قعد على الارض؟ ولا وكان خلاص، ده السنة اللي عدت، كان خلاص رمضان جاي، العيد جاي، عيد الاضحى. فحرفيا بصوا قعد على الارض وقعد يصوت، وقعد يقول يا ابوي يا امي، وقعد يعمل زي النسوان بالظبط. طبعا اللي وصله للمرحله دي ان ده اكل عيشه، تمام. جت بقى يعني قبل في رمضان ده الحادثه دي بقى، واحد ماشي بالعربيه الكارو و... وابنه هو اللي بيساعده، تمام. ابنه ده يعني ممكن نقول في اعدادي، ف وهو التاني وراه، فاللي هو باباه يعني. فهو بيعدي الولد، فما شافش القطر، وكان في النهار، كان الساعة 6 الصبح على فكرة، يعني الكلام ده في رمضان. فما شافش القطر، فلما ما شافش القطر عدى، فجأة القطر جه راح قسم الحمار نصين. انتوا متخيلين؟ والله العظيم قسموا الحمار نصين. انا ما سمعتش غير القطر بيتهز، فاللي هو حاجه كده. وبعد كده سمعت بقى، طلعت لقيت بقى الراجل ده، يعني حطوا نفسكم مكانه بيعمل ايه. انا هنا بعمل الصلصه بتاعت المكرونه على فكره، عشان عملت لهم مكرونه، ودي ده كان غدانا النهارده. شايفين؟ مكرونه وجلاش وبطاطس، كفته بطاطس جميله، تسلم ايدي بصراحه. على فكره الاكل طول ما انتي بتحبي تعملي اكل وكده، طول ما هيطلع حلو واطفالك هيحبوه، جوزك وكده. لكن طول ما انتي متضايقه او في حاجه مشكله انتي وبتعملي الاكل، مضايقاكي او غيظاكي مثلا او متضايقه، كل ده بيطلع في الاكل، فبيبقى الاكل ملوش طعم خالص، عشان تبقي عارفه يعني. انا دايما لما بحاول على قد ما اقدر ان لما ادخل اعمل لهم اكل، ابقى كده نفسيتي مرتاحه وحلوه واموره. لكن لما ببقى متضايقه والله بقول لهم بصوا، كلوا اي حاجه، كلوا اي حاجه، او مثلا نحمر اي حاجه، بطاطس او كده. لكن ان انا افنن او اعمل حاجه، لا، انسوني النهارده. المهم هنا طلعت على الصاله عشان اوضبها، والنهارده هفرش فرش جديد. بصوا المخده دي انا اللي عاملاها، انا اللي خيطتها اصلا، ودي مفارش جديده، وعندي كمان سجاده جديده. النهارده اليوم الجديد كله. اليوم الجديد اللي هو عيد النهارده. المهم هكمل لكم باقي القصه. بعد بقى ما الحمار اتقسم نصين، فالولد كان عايز يروح يسحب الحمار، تمام. ففي واحد شده من ورا. ليه شده؟ لان الولد لو راح سحبه كان هيروح معاه، كان هيروح مع الحمار. بس الولد كل هدومه دم، كل هدومه دم، والله العظيم. فالاب بقى في حيره، بقى مش عارف يعمل ايه. بصوا والله كل اللي عليه يقول ايه؟ يا ابن الكذا، بيشتم في الولد، ليه سبته يموت؟ وبعد كده يقول له هو انت كويس يا ابني؟ انتوا متخيلين هو الراجل في ايه؟ هو راجل في حيرة، في حيرة انه ابنه كويس، وفي حيرة انه هو السبب في ان هو ساب الحمار يتقسم نصين. انتوا فاهمين؟ لان ده اكل عيشه، يعني انتوا عارفين طبعا. لما تخيلوا لما الاكل العيش حد فجأة كده ينتهي، يعني فاهمين طبعا احساسه. فبصوا كانت حاجة صعبة جدا. الراجل كل شوية يقول يا ابن الكذا، ليه سايبه؟ ليه سبته يموت؟ وبعد كده يقول له هو انت كويس يا ابني؟ هو انت كويس يا حبيبي؟ وبعد يعني صدمة مخليه. انا والله بضحك من كتر، على فكرة انا بدمع. انا بضحك بس انا بدمع والله، عشان عايزة ان انا اكمل لكم القصة. فحاجة توجع القلب. فهو دي مشكلتي بقى في المنطقة اللي انا قاعدة فيها، ان كل شوية وكل يوم على حادثة. يعني لو بايدي والله حاجة انا كنت عملتها، بس اكيد هما رجالة. يعني المفروض انتوا كرجالة وكمشكلة بتقابلكوا، على الاقل روحوا مجلس المدينة وبلغوا، او اعملوا حاجة، او شوفوا مثلا حل للموضوع ده. لكن تقولوا ايه بقى؟ هنا بص، انا مسحت على فكرة الارض
ومسحت دلقت ميه بالخرطوم وحطيت كمان جاز عشان خاطر كان في نملة عندي. فما قدرتش اصور عشان انا كنت بصراحة عايزة اخد راحتي في المسيح. فقعدت ادلق بقى في المية والخرطوم وكده لغاية ما حسيت ان نفسيتي ارتاحت، وبعد كده ايه قمت فرشة الجديد ده. ايه رأيكم في السجادة؟ جميلة صح؟ جايباها من نساجون الشرقيون في بلدي يعني. فحلوة جدا. كان سعرها، انا جبتها من سنة، كان سعرها 3000 ونص، وكان عليها عرض. كان عليها عرض، متخيلين؟ عليها عرض. ابيعهاش دلوقتي وتجيب لي اغلى من كده؟ لا طبعا بهزر، بس بصوا ايه رأيكم؟ جميلة بجد يعني، بتتكلم عن نفسها بصراحة. حتى بنتي يا ربي فرحانة بتلعب بيها. على فكرة انا حذفت حتة ان انا كنت بلعب معاها، بس انا حذفتها. كنت بنط معاها. الحاجة الجديدة حلوة، بتخلي يعني النفسية حلوة كده، خصوصا لما يبقى كله جديد في جديد. ربنا يكرم الجميع ويوسع على الجميع، ويكون كده ايامنا حلوه كلها كده وسعيده يا رب ان شاء الله باذن الله. انا متفائله خير وهفضل متفائله خير، وانتوا كمان خليكم متفائلين خير معايا. انا عارفه في ناس كتير متغاظه مني من التفاؤل ده، بتقولي فين التفاؤل؟ والله انا متفائله، وطول ما انا متفائله ربنا بيكرمني والحمد لله. بس التفاؤل بانفلونزتي بقى. قولوا لي يا عم روحي بقى بالانفلونزا بتاعتك دي. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، والسجاده بتاعتي تكون عجبتكم، واشوفكم على خير. باي باي.